لو انت صانع محتوى مبتدئ فالاختراع اللي معايا ده مش هينفعك خالص، بس لو انت صانع محتوى محترف او بتصور فيديوهات او افلام قصيره مثلا فالجهاز اللي في العلبه دي هيبهرك جدا. الاختراع ده من هولي لاند وهو البايرو 7. ودي نفس الشركه اللي عملت المايك اللي مكسر الدنيا ده. والجهاز ده عباره عن شاشه او مونيتور بمقاس 7 بوصه بسطوع بيوصل ل 1200 نتس، بتوصلها على الكاميرا بتاعتك وفيها كل مميزات البروفيشنال مونيتور وكل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها وانت بتصور. بس الاجمد بقى ان فيها بيلت ان وايرلس ريسيفر وترانسميتر. يعني ايه؟ هشرح لك. يعني لو انت عندك ترانسميتر بينقل الصوره من كاميرا عندك لشاشه خارجيه مع مخرج مثلا، فدي ممكن تكون الشاشه دي من غير ما توصل عليها ريسيفر. والعكس لو انت موصلها على كاميرتك وعايز تنقل الصوره دي لشاشه تانية، فدي ممكن تعمل كده مباشره لحد 4 شاشات خارجيه ومسافه لحد 400 متر من غير ما توصل عليها ترانسميتر. لو فهمت حاجه من كلامي فده معناه انك ادركت قد ايه دي اختراع قوي جدا للمصورين المحترفين. عموما ما تنساش تتابعني واسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو.